هنعرف النهارده ازاي ممكن تحول الستاره الرول اللي عندك اللي في المكتب او في البيت الى ستاره ذكيه. ده كله من خلال المنتج البسيط اللي معانا النهارده من براند زيم سمارت. هو عباره عن موتور صغير كده بتقدر تركبه الستاره وكده تتحول لستاره ذكيه، وتقدر تتحكم فيها من خلال الريموت اللي بيجي في العلبه هنا، او من خلال موبايل، او من خلال اوامر صوتيه لامازون اليكسا او جوجل هوم. خامته والماتيريال بتاعته ممتازه جدا، وبيتحكم فيه من خلال موبايل عن طريق الزيجبي، وتقدر تركبه عندك بسهوله بنفسك. هنشوف الفيديو بتاعنا النهارده اهم المكونات اللي بتيجي في العلبه بتاعته. تابعوا معانا الفيديو للاخر. ده كده شكل علبة المنتج اللي معانا النهارده من براند زيم سمارت، وزي ما مكتوب هنا بيشتغل بالزيجبي ويشتغل مع جوجل اسيست وبرده امازون اليكسا بالاوامر الصوتيه. اهم المحتويات اللي بتيجي معاه هنا هيظهر معانا ده الريموت التحكم، تقدر تتحكم في المنتج ده من خلال الريموت ده. وطبعا بيجي هنا دي البطاريه بتاعته بمقاس 2032، ودي مسامير عشان تقدر تثبت المنتج دوت على الحيطه، او تقدر تثبتها برضو من خلال الدبل فيس زي ما انت عايز. دي كده اهم الحاجات اللي بتيجي معاها، وهنشرح هنا مع بعض المنتج نفسه ونشوف الثلاث قطع دول فايدتهم ايه دلوقتي. لو بصينا على المنتج نفسه هنا دي البكره بتاعه التحكم، ومن الاسفل كده هيظهر معانا منفذ الشحن الطيب سي، لان المنتج ده فيه بطاريه زي ما شايفين هنا بحجم 6400 ملي امبير، وده الموديل بتاع المنتج اللي معانا النهارده. بعد كده هيظهر معانا منفذ الشحن التايب سي، وهنا ده زرار ريسيت بتاع ضبط المصنع، وده زرار خاص بالتحكم في مقدار انت عايز تفتح الستاره قد ايه، يعني عايز تفتحها نص تفتحها كامل حسب مقاس الستاره اللي انت جايبها. بعد كده هنشيل القطعه دي كده. في البدايه كده بتقدر تدخل السلسله بتاعه الستاره من خلال الفتحتين دول كده، بتشيل الغطا وهيظهر معاك الشكل ده كده. بتركب الستاره او السلسله بتاعتها، وهنا هيجي دور الثلاث قطع دول. طبعا زي ما انتم عارفين ان الستاير بتيجي بسلاسل باشكال مختلفه، ده الشكل الاول، وده كده الشكل الثاني، وده الشكل الثالث. بيجي مع الثلاث قطع دول حسب نوع السلسله اللي بتيجي مع الستاره بتاعتك. بعد كده هيجي هنا تقدر تركب القطعه دي كده، وتقدر تتحكم برضو بقى في الجهاز من خلال البكره بتيجي معاها دي كده. دي سرعه كده البطيئة خالص، كده أسرع شوية، دي أسرع سرعة موجودة فيها. تضغط ضغطة في النص كده تقدر توقف تشغيل المنتج ده. خامات ممتازة جدا، وعايز أقول لك إن هو تقدر تركبه بسهولة، وفي نفس الوقت تقدر تستخدمه معاك في البيت أو في المكتب، وتقدر وتستخدمه بسهولة جدا. طبعا تقدر تربطه بالموبايل بتاعك بالابليكيشن بتاعهم، وتتحكم في الستارة بتاعتك بسهولة جدا. وبكده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو. اللي عايز تشتري المنتج ده فانا سايب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.